صباح الخير، وحشتوني كتير. عاملين ايه؟ حلوين؟ يا رب تكونوا بخير. انا مش قادره اصدق، بجد مش قادره اصدق ان الجو بدأ يبرد يا جماعه. انا مبسوطه قوي، مبسوطه. انا بحب الشتاء قوي 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 قوي. مهم بقى، هنعمل فطار مع بعض، وبعدين هقول لكم على مفاجأة. اوكي، يعني انا هنزل هنا المفاجأة قبل ما هنزلها على الابليكيشنز التانية، وهسيب لكم كل التفاصيل تحت. بس بجد يا جماعة، انا يعني عارفة ان انا عيلتي دلوقتي صغيرة قوي، و يعني مثلا احنا غالبا دلوقتي كام؟ 110 مثلا. بجد احنا صغننين لسه، بس انتوا بجد عيلتي، وحاسه ان انتوا هتفرحوا لي، وحاسه ان احنا لسه ما خدناش على بعض قوي، بس حاسه بجد من كومنتاتكم ان انتوا بتحبوني كده من غير ما تشوفوني، ومن غير ما تكونوا لسه خدتوا عليا اكتر، ومن غير ما تكونوا لسه عرفتوني. فبجد شكرا، شكرا لكلامكم، شكرا لدعمكم، شكرا لكل حاجة بجد بتكتبوها او بتعملوا لي لايك او بتبعتوا لي على الانستجرام. بجد شكرا شكرا. انا يعني كلمة بحبكم دي كلمة قليلة. بس المهم، هقول لكم على مفاجأة. بس هنعمل فطار الاول مع بعض، وعايزة اخد رأيكم في حاجة. دلوقتي انا عايزة اعمل سلسلة من الفيديوهات اللي هي معلومات صغننة، وبتبقى يعني مترقمة كده، معلومات لو عرفتيها كنتي هتفرق معاكي في الجواز، هتفرق معاكي في فترة التجهيزات وهكذا. بس هعملها في مجالي شوية، وهعملها كده بطريقة يعني هي في دماغي بجد، ان شاء الله هتعجبكم. واي بنوتة داخلة على جوازة هتستفيد جدا، واي بنوتة دلوقتي برضه هتستفيد جدا، حتى لو هي متجوزة يعني ومعاها بيبي. دي النقطة التانية، عايزة أكون بتكلم عن البنوتات الحلوين اللي بيتابعوني، اللي هما لسه في الجامعة أو لسه بيدرسوا. ازاي تهيأ نفسها انها تكون انثى، يعني مش بقى بنوتة، لا تكون انثى بمعنى الكلمة. يعني ازاي تكون شايلة مسؤولية نفسها من دلوقتي، عشان تعرف تشيل مسؤولية بعد كده بيت وأسرة. بس بقى يعني بالكلام الجديد بتاعنا، بس بأسلوبنا الجديد، لأن الحياة اختلفت. يعني احنا أوقات لما بنسمع الكلام ده من حد أكبر مننا بنحس بتقل كده، ولا انا مش عايزه اسمع الكلام ده، ولا ما تخوفونيش، ولا لا خالص. الموضوع بجد لو خدتيها ستيب باي ستيب، انتي هتنجحي في كل حياتك، حياتك العمليه وحياتك الجامعيه وحياتك بعد كده الاجتماعيه ان شاء الله. فحقيقي الموضوع ده زي ما انتي بتحاولي تطوري من حياتك الاجتماعية او حياتك المادية او حياتك في يعني الاجتماعية، مثلا سي في الشغل او في وسط صحابك، مهم عندك لازم تحطي كده بلان جديدة. ازاي اكون انثى؟ مش ان انا اتكلم بصوت واطي، او ان انا يكون اسلوبي حلو بس. لا 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 لا، الموضوع اكبر من كده. لان انت لما تكوني مسؤولة بعد كده عن بيت واسرة وطفل بتربيه، هتربيه على ايه؟ وهتحطي صفات ايه فيه من هو صغير؟ انتي بيتك هيكون شكله ازاي؟ انا مش بتكلم على الديكور بس، الطبع بتاعه عامل ازاي؟ اللي بيدخل البيت بيحس براحة نفسية ولا لا؟ ليكي بخور خاص بتحطيه في البيت؟ ليكي روتين معين في المناسبات؟ هو ده الطابع بتاعك، هو ده انتي كأنثى. انتي اللي بتقدري انك تشيلي المسؤولية من غير ما تيجي على نفسك وعلى حياتك برضو، وعلى مسؤولياتك الشخصية. لان في مسؤوليات اتجاه البيت واتجاه البيبي، وفي مسؤوليات اتجاه نفسك. فلو انتي اتعلمتي من سن صغير ان انتي ازاي تقدري تهتمي بنفسك وتشيلي مسؤولية اوضتك وحاجتك ودنيتك، وازاي تكوني ليكي شخصية معينة، عشان تقدري بعد كده اما تكبري ما تحسيش بان ايه ده، ايه العالم اللي انا دخلته ده. الموضوع برضو هيمس كتير البنات اللي لسه متجوزة جديد، وهيمس كمان البنات اللي بتكون محتارة في تنظيف الشقة. وهي بجد فعلا التنظيفات يا جماعة بتخلص، والمسؤوليات ما بتخلص. فازاي ان انتي تحاولي تمسكي العصاية من النص؟ ازاي ان انتي يبقى عندك اكل بيتي
بتعمليه بتجهزيه في وقت معين ما ياخدش منك وقت كبير، في نفس الوقت يبقى ما بتاكليه من بره اكل كتير، لان اكل بره ايا كان هو معمول فيه ايه، مشوي معمول ايه يا جماعه، برضو هو استيل مش مضمون زي الاكل البيتي، مع احترامي لكل الاماكن. احنا بناكل من بره لما نكون مضطرين، لما نكون عايزين نغير جو، لما نكون مش مقريفين مثلا وعايزين ناكل حاجه من بره. بس احنا الاكل البره لو استمريتي عليه فتره بجد بيتعب القولون وبيتعب المعده، وده عن تجربه. فمفيش احلى من الاكل البيتي، واللي انت عايزه تاكليه بره حاولي تعمليه في البيت. فده دوري ان انا اقدم لكم ده بطريقه مبسطه، واقول لكم على التفريزات اللي هتسهل عليكم، الحاجات اللي انا جربتها شخصيا في التنظيفات، والجدول اللي انا عملته سهل عليا كتير قوي. فكل الحاجات دي انا عايزه ابتدي ان انا انزلها. بس انا بقى نسينا اصلا كنت باخد رايكم في ايه. انا كنت عايزه اخد رايكم ان انا هل اعمل لها بلاي ليست هنا مختلفه، بحيث انتوا لو عايزين تتابعوا السلسله كامله هتلاقوها، ولا اعمل قناه مختلفه بس عن ان احنا نقعد نتكلم مع بعض، وان احنا نقول الحاجات دي مع بعض ونطور شخصيتنا مع بعض، يعني نخلي التطوير ده في قناه جديده، والروتين بتاعنا في القناه دي زي ما هو يعني. بس فانتوا قولوا لي، هستنى رايكم في الكومنتات. ومن غير رغي كتير، انا رغيت طبعا بس يعني من غير رغي اكتر يلا نعمل الفطار. اخر حاجه هرغي فيها، بصوا شايفين البتاعه دي، شايفانا؟ استنى اوريها لكم عن قرب. بصوا يا جماعه، دي مفروض انها نوت بتكتبوا فيها كده مثلا لو عايزين تجيبوا طلبات، او لو هتحطوا منيو او كده يعني. فانا جبتها يوتيوبر حلوه قوي انا متابعاها، فهي جابتها وقالت المكان جابتها منين، انا جايباها من اخر العنقود. فبجد دورت عليها ومش فاكره هي قالت انها ممكن تتحط على التلاجة او لا، بس انا في بالي ان انا هجيبها احطها على التلاجة. المهم انها ما لزقتش، بس انا اتصرفت ورحت حطاها بالمجناتك ده كده، لزقته. بجد شكلها حلو قوي. فيديو تاني هقول لكم انا ايه استخداماتي للحاجات اللي هي بتتحط هنا كده، ومش بكتب فيها بس الطلبات اللي انا عايزه اجيبها. وجيت لكم على الفويس اوفر. بصوا يا جماعه، خلينا كده متفقين ان الجبن لو ما اتحطتش في العلب بجد ما حدش بيقفلها كويس، والله ما حد بيقفلها كويس في البيت غيري، ماشي؟ وبتنشف. فاحنا نحافظ على نعمة ربنا من اول كده ما تيجي، ونحطها في علب في التلاجة. العلبة سهلة تتقفل، الموضوع مش صعب. بس كده عشان كده ابقى مستريحة نفسيا، وابقى منضفة المطبخ كده ومروقاه قبل الفطار، عشان اعمل كده فطار بروقان، عشان دي اهم وجبة عندي كلها في اليوم. بس المهم يا جماعة، المزارع دينا بالزيتون دي كنت اول مرة اجربها، تحفة. خصوصا ان انا بقى يعني بقالي فترة كده ما بقيتش بجيب جبنة سبريد كتير يعني. فلا دي عجبتني، حسيتها مختلفة وطعمها حلو. بصوا انا حاطه ايه كمان في علبة، بصوا اللبن المكثف، والله عشان احافظ عليه. بس كده حضرت فطاري وقعدت كده في البلكونة افطر عشان اروق دماغي الصبح. انا عايزة احكي لكم حاجة. هنا الازاز اتكسر، قدر الله ما شاء فعل، بس كان في سجادة فرو تحتها، فرحت وديتها الدراي كلين، وقلت لهم ان هي فيها ازاز عشان لو حد مثلا بينضفها او كده يبقى عارف واخد باله، عشان لا قدر الله الحاجات الصغيرة دي محدش يتأذى منها. تمام. انا عمري ما وديت السجادة الفرو دي الدراي كلين، لان هي مش كبيرة قوي، هي يعني حجمها كويس، وبتدخل الغسالة عندي عادي، وبغسلها على البارد عشان بخاف على الفرو بتاعها. المهم السجادة جت، ولقيت ان السجادة غالبا يا اما اتغسلت على مية سخنة جدا، او ان هي نضفت بحاجة قوية جدا. يا جماعة بقيت بجد شبه الخروف، يعني بجد انتم متخيلين، عارفين فروة الخروف بجد. فانا متضايقه وزعلانه على الازاز اللي اتكسر، وزعلانه على السجاده، وبعت تاني الدراي كلين عشان تيجي تاخدها تاني تشوف فيها حل، انا ماليش دعوه. قولوا لي يا جماعه، قولوا لي اللي عنده سجاد فرو بيعمل ايه بجد، لو كمان هي باظت منكم بتعملوا ايه؟ يعني هي محتاجه تتسرح بقى ولا والله ما اعرف، هي خدتها الله اعلم هي تعمل فيها ايه تاني.
بس اما نشوف اخرتها معاها ايه. بس المهم تعالوا اوريكم بقى المفاجأة. بصوا هنا عاملة قاعدة كده لطيفة وظريفة يعني. بصوا بس فاكرين الكتاب ده جايباها عشان ارسم فيها. اوكي بصوا يا جماعه بجد انا بوريكم وانتوا الكلام ده اول ناس. فاينلي يا جماعه، انا اللي يعرفني يعرف ان انا بنزل وصفات بقالي مثلا 4 سنين، يعني حاجه كده مده كبيره جدا. فبجد بجد الحمد لله الحمد لله بقى ليا وصفات خاصه بيا، يعني دي حاجه اصلا بقى يعني مبسوطة بيها. بقى ليا طابع خاص في الأكل، بقى ليا نفس في الأكل كده، اللي هو الحمد لله بعد خبرة 4 سنين بنزل وصفات. فمبسوطة يعني الحمد لله. فالمهم قررت ان انا اعمل ريسيبي بوك، وكو اللينك تحت او اسم الانستجرام بتاعي، لان هو سميته دراون بايتس. يعني بجد حاسه ان اسمه حلو قوي، ويعني شبه المحتوى اللي هنزله عليه. بس لسه بقى هلونه طبعا، واي وصفه هتكون كده يعني هعمل فيها هكتب الوصفه بتاعتي، وهكتب الانجريدينتس بتاعتي تكون ايه رسومات. لان انا اصلا اللي ما يعرفش انا يعني خريجة تربية فنية يا جماعة، فدي موهبتي من الاول، وما كنتش فاهمة بجد ليه انا احب المجال ده. وفي سنين يعني انا اشتغلت بمجال الفن ده سنين، وبعد كده كورونا، وجت وقت كورونا وحبيت بقى مجال الطبخ والاكلات والوصفات، وكنت مكتشفه بقى ايه ده، انا بعرف اعمل اكل اصلا. يعني كانوا فاقدين فيا الامل في البيت يعني. ففجاه كده احب الاكل واعمل اختراعات واكلات، وكان يعني انبهار وقت ما انا كنت بستكشف لسه نفسي، يعني اللي هو ايه ده ازاي. اكتر كومنت انا فاكراه ما عدتش بالمراحل اللي البنات الطبيعيه بتعدي بيها وقت ما تكون لسه داخله المطبخ جديد. لا يعني هي الريسبي بعملها بتطلع مظبوطه 100% كاني بعملها بقالي سنين السنين يعني. فالحمد لله دي نعمه من ربنا. وجه الوقت اللي انا استغل فيه اكتر موهبتين بحبهم، هو الرسم وان انا وادون الوصفات بتاعتي. بصراحة مش عارفة اذا كنت هل هيجي يوم ويكون ليا ريسيبي بوك كده بنزله، مش عارفة بجد يعني. بس انا بحب امشي ورا احلامي، وبحب ان انا يعني بحب اشوف كده طب الطريق ده يعني ايه قصته، ايه حكايته. فاهمين؟ عمركم ما هتعرفوا ايه قصة المشوار ده غير لو انتوا قررتوا تلبسوا وتنزلوا وتمشوا المشوار ده. فاهمين؟ انتوا لازم تستعدوا وتنزلوا وتمشوا في المشوار ده عشان تشوفوا اخرته ايه، عشان تشوفوا انتوا هتوصلوا لايه. ف بس حبيت ان انا اقول لكم فجاه. قولوا لي بقى رايكم، قولوا لي رايكم في الفكره حلوه ولا لا. واكتر حاجه مبسوطه بيها زي ما قلت لكم ان هي الجامعه ما بين اكتر حاجتين بحبهم، وما كنتش فاهمه بجد انا ليه يا رب احب كذا حاجه. طب انا عايزه احب حاجه واحده بس عشان امشي فيها. بس سبحان الله يا بنات، حاجه ربنا بيقدرها لينا هي ليها حكمه. وبعد كده دخلت عشان انشر. طبعا احنا زي ما اتفقنا ان احنا بنمشي غسله صيفي وغسله شتوي لحد ما نخلص الشتوي كله على خير. وبعدين دخلت اعمل الغدا. طبعا انا عايزه اقول لكم ان انا بنزل الوصفات على الاكونتات التانية. اوكي ليه؟ لان هي بتبقى وصفة صغيرة بكتب فيها الريسبي وبكتب فيها كل حاجة. فما تنسوش ان انتوا تتابعوني في الاماكن التانية على كل الابس هتلاقوني. اوكي انما هنا على اليوتيوب لا، انا بنزل بقى فلوجات. وبحب اضيف زي ما قلت لكم قبل كده للذره وهي بتستوي اللبن والزبده. بصوا دي الوصفه يا جماعه طلعت رهيبه بجد، خطيره. يعني انتوا لو ما جربتوش الوصفه دي لا انتوا فايتكم كتير فعلا. وهتحتاجوها رمضان. بس وعايزه اقول لكم ان انا بجد بجد لما بعملها انا بحس ان انا اكلت اكله جديده، مع انها لحمه وفراخ، بس لا طعمها مختلف سبحان الله.
وبعد كده عملت الرز. عايزه اقول لكم يا بنات ان خلي بالكم من نقطه مهمه، ان الرز الضحى بيبقى مكتوب عليه ان انتوا ما تغسلوهوش وتستخدموه على طول، بس انا شفت فيديو بيقول ان احنا لو ما نقعناش الرز بيكون بعد الشر فيه حاجات مش كويسه، فايا كان مكتوب ايه اغسلوا الرز بس. وبعدين بصوا بقى، انا كنت الاول ماسكه قطعه بقطع بيها الذره، بس طريقه الشوكه دي بجد سهلت عليا كتير، فاعتمدوا الطريقه دي. بس المهم عملت الرز بقى ابيض، وعملت خضار سوتيه، قلت كده اعملها جنب التشيكن رولز. بس كده ويكون الوصفة خلصت والغدا خلص والفلوج كمان خلص. اشوفكم في فلوج جديد وسلام.